لقيت راجل أعمال كبير مبسوط. قالولي هو ده اللي هتتعامل معاه. الراجل ده بالذات لازم يطلع مبسوط من عندنا، ده بيدفع كتير قوي. لقيته داخل عليا في أوضة المساج. أنا اتصدمت من أول ما شفته، وشفت العجب، وشفت حاجات عمري ما شفتها في حياتي. أنا هدير، عندي 25 سنة، على قدر عالي من الجمال، كل حاجة فيا حلوة. اتطلقت من فترة لأن جوزي كان قرايبه مسيطرين عليه جامد، وكان ضعيف الشخصية، فاتطلقت منه. وبعد كده قررت إني أشتغل وأدور على شغلانة أصرف منها. فلقيت مركز كبير طالب عمال، وطالب بالذات بنت تكون عدها حلو وشكلها حلو ووجهها كده للمحل. ورحت قدمت، واختارني صاحب المحل أول ما شافني. قال لي: انتي حلوة قوي، جسمك حلو وشكلك حلو وكل حاجة فيكي حلوة قوي. وكمان لما عرف اني مطلقة بقى مبسوط قوي. قلت له: انت مبسوط ليه؟ قال لي: لان انتي مطلقة، والمطلقة عندها خبرة كبيرة في الحياة، واولا مفيش حاجة هتشغلها عن الشغل، ولا هتقول لي اروح بدري علشان جوزي. هتبقى فاضية ومفرغة كل وقتها للشغل. عرسني طبيعة الشغل واداني اللبس بتاع المحل، جيبة قصيرة فوق الركبة وباض محزق عليا. لبسي كله كان محزق، هو ده اليونيفورم بتاع الشغل، وكل البنات لابسين كده. ما بقتش عارفة أعمل إيه. أنا ما بحبش اللبس اللي زي ده، بس غصب عني اشتغلت ووافقت لأني لقيتهم بيدوني مرتب عالي قوي قوي وما كنتش أحلم بيه. خدت المرتب وبقيت مبسوطة واشتغلت في المحل. المدير قال لي: في حاجات كتير هطلبها منك، بس أهم حاجة إنك ما تزعليش الزبون، تريحيه على الآخر، لأن الزبون اللي يجي سواء ست أو بنت أو أي زبون لازم تريحيه. إحنا عاملين كاميرات كتير في المحل، ولو لقيناكي زعلتي أي زبون هتتحاسبي وتسيبي الشغل دغري. إحنا بنصور كل حاجة بالكاميرات، وأي زبون عندنا لازم يكون طالع مستريح وكمان مبسوط. مع الستات اللي جايين يعملوا مساج بالتدليك في جسمهم، وفي ستات كانت بتعاملنا وحش، كانوا بيعاملوني بإهانة علشان أنا بشتغل عندهم. وفي ستات كانت بتعاملني كويس. أهم حاجة عندي إني أظبطه وأخليهم طالعين مبسوطين. أهم حاجة عند الستات دي إنهم يطلعوا جسمهم مرتاح. ومرة واحدة اشتكت للمديرة اللي فوق مني وقالت لي: أنا قلتلك أول ما اشتغلتي أهم حاجة إن الزبون يكون مبسوط، وأي حاجة يطلبها إنك توافقي على طول. قلت لها: خلاص ماشي، بس ما كنتش موافقة في الأول. ولقيت راجل أعمال كبير مبسوط قالولي: هو ده اللي انت هتتعاملي معاه. الراجل ده بالذات لازم يطلع مبسوط من عندنا، ده بيدفع كتير قوي، وهديكي فلوس كتير قوي. لحد ما لقيت البنات اللي بيشتغلوا في المركز، اللي اشترت عربية واللي اشترت شقة، مبسوطين قوي من الشغلانة دي على الآخر، وبياخدوا فلوس كتير على الحاجات اللي بيعملوها، وكمان بتطلب منهم حاجات كتير بيعملوها غصب عنهم. لحد ما لقيت راجل الأعمال ده ودخلوني ليه. لقيته داخل عليا في أوضة المساج، ولقيته داخلي بالبرنس بتاع التدليك. أنا اتصدمت أول ما شفته. لقيت الراجل مبين كل حاجة عنده، وكمان شافني بني على وش التعب، وعمل معايا العلاقة، وقام سايب لي فلوس كتير، وسايب للمركز كمان فلوس كتير. أنا سبت المركز وروحت البيت، ما بقيتش عارفة أقول إيه ولا أعمل إيه، وبقيت زعلانة من نفسي إني يعني عملت الحاجة دي. والله ضعفت قدام إغراءات الفلوس والحاجات دي كلها، وأنا عارفة إن الحاجات دي غلط. واتصلت على المركز وقلت للمدير إني مش جاية، لأني مش قادرة أتحمل كده ولا أعمل الحاجات دي مع أي حد. أنا مش بتاع الكلام ده. أنا كنت عايزة أشتغل شغلانة شريفة وفلوس بسيطة، مش عايزة كتير. لقيت المدير بيهددني، بيقولي: إحنا مصورين بالكاميرا، والراجل طالع من هنا مبسوط وسايب فلوس كتير قوي للمركز. عايزة تضيعي كل ده علينا؟ ده الراجل طالبك بالاسم. أنا سكت وضعفت وما قدرتش أعمل حاجة، وفعلا رجعت المركز واشتغلت، ولقيتني بتعامل تاني مع رجالة وستات كتير برضو، وبيعملوا الحاجات دي وبيطلبوا مني حاجات مقرفة، حاجات كتير ما بقتش قادرة عليها. أنا مش عارفة أعمل إيه، لحد ما خلاص زهقت وقرفت من الحاجات اللي بتتعمل دي. أنا عايزة أعيش نظيفة، جسمي ونفسيتي ما عادتش قادرة تتحمل، وبيطمعوا فيا أنا بالذات علشان مظهري وشكلي حلو، عشان كده بيطلبوني بالاسم. أنا ما قدرتش أتحمل، هددتهم وقلت لهم هفضحكم وهبلغ عنكم. أنا خلاص ما عنديش حاجة أخسرها.
أنا هبلغ عنكو. ادوني الشريط اللي انتم مصورينه ليا علشان ما بلغش عنكو. أنا خلاص مستبيعة. أنا مش عايزة أي حاجة من الدنيا غير إني أعيش نظيفة. وفعلا بعد ما هديتهم ادوني الشرايط والسيديهات وكل حاجة مصورينها ليا. خدتها منهم ومشيت، وقررت إني مرجعش المركز ده خالص، وقررت إني أعيش حياة نظيفة وأعيش لنفسي ولحياتي، لأني قرفت من الشغلانة المقرفة دي. بس أنا عارفة إن أنا غلطانة، وعارفة إن المفروض من البداية لما شفت الحاجات دي أو سمعت عنها ما كنتش رجعت للمركز تاني ولا اشتغلت فيه. بس اللي حصل حصل، ومن دلوقتي قررت إني أعيش حياة نظيفة وأشتغل شغلانة نظيفة وشغلانة حلوة. أنا جيت أحكي لكم حكايتي لأني مش قادرة أخبيها. عايزة حد يفكر معايا، حد أشرح له حكايتي وأقول له مشكلتي ويحلها لي، أو حد يشوف لي شغلانة نظيفة في أي محل. وأنا والله مش هرجع للحرام تاني، ولا هرجع للقرف ده تاني، وهعيش بما يرضي الله.